السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفتنا النهاردة جميلة جدا جدا جدا. مفيش بيت مصري ما بيحلاش كده طبق الفول على الفطار الا لما يكون موجود كده على الفطار. الوجبة بتاعتنا النهاردة، الوصفة بتاعتنا النهاردة مش بناكلها في رمضان بس، بناكلها طول السنة معانا موجودة على طول. قبل اي حاجة انزلي حالا حطي اللايك بتاعك واشتراك، هتلاقيه كده على الشمال مكتوبة باللون الاحمر. تكي عليها واختاري الكل وتكوني انضميتي لعيلتنا ان شاء الله وتكبر بيكم باذن الله. يلا بينا نعمل شويه فول كده بمزاج حلوين، على طريقتي كده ان شاء الله تعجبكم باذن الله. معايا نص كيلو من الفول المدمس، نقعيه لمده 6 ساعات. هتشيلي كده نقعيه لمده 6 ساعات، وهاتي الحبايه العريضه، ما تجيبيش الحبايه الصغيره الغامقه. تمام. ومعايا عدس اصفر، ومعايا فول بصاره وجزرايه ونص طماطمايه، وكمان معايا ليمونه وفصين من الثوم. الكميه دي كلها اللي عملناها مش مكلفانا 30 جنيه. تعالوا شوفوا بقى كيس الفول بتاعنا اللي احنا جايبينه من بره، مليان بليله ومليان قشر. الكيس دوت ب7 جنيه، وفي ناس كمان بيبيعوا ب10. المنطقه اللي انا عايشه فيها طبعا بتبيع ب7 جنيه، مفيش حد بيبيع ب5. يعني بصوا، يعني مش عارفه اوصف لكم، ما يكفيناش اصلا خالص نهائي. يلا بينا نسمي الله ونقوله طريقتنا عملناها ازاي وموفره. واعملي كده نص كيلو كده وخزني في الفريزر وطلعي على قد طبختك، وان شاء الله تعجبك باذن الله. نص كيلو من الفول، بعد ما نقعته 6 ساعات حطيته في حله او في دماسه المتوفر عندك حطي. تمام. انا هنا عندي دماسه، يعني الموضوع عندي سهل. كمان معايا 3 معالق من العدس الاصفر. هاتي كده ربع كيلو عدس اصفر وهتستخدميه على مرتين. تمام. 3 معالق بالظبط، مش عايزه اكتر من كده. الكميه دي كلها على نص كيلو من العدس، نص كيلو من الفول. وكمان معايا 3 معالق من الفول البصاره. نص طماطم او نص طماطمايه. انا الطماطم بس بتديني لون مش اكتر، يعني انا مش هبشرها ولا هقطعها، انا هحطها بحالها كده بالظبط. كانت عندي في التلاجة بقول لكم، بس هي صفرة ازاي، يعني موجودة عندي في التلاجة. ما كانش عندي طماطم خالص في البيت اليوم دوت. وكمان معايا ليمونة. هبتدي ان انا هشقها كده بالسكينة. تمام. وهحطها على طول، ما بعصرش الليمونة عشان خاطر ما تمررش معايا الفول. والجزرايه عندي بدأت ان انا قطعتها مكعبات كده صغير، وكمان حطيتها على طول في الدمسة. خلاص مفيش اكتر من كده. كل الحاجات دي كلها بالظبط معديه 30 جنيه، لا اقل من 30 جنيه، يعني قول 27 جنيه بالظبط. فصين التوم بدأت ان انا شكيتهم كده بالسكينه كده وحطيتهم على طول. مع معلقه من البابريكا، نص معلقه من الكركم، وكمان معايا نص معلقه من الكربوناتو. مهم جدا الكربوناتو، عشان خاطر بس ما يغمقش معايا الفول، مش عايزاه يغمق. تمام. مش عايزاكي تقلبي خالص نهائي، انا عايزه الفول يبقى من تحت، عشان خاطر مش عايزاه يطلع لفوق، انا عايزاه يبقى من تحت عشان ياخد التسويه الكامله. ونزلت بميه سخنه على الكميه دي كلها، نزلت بميه سخنه على طول تغطي معايا كل المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض. حطيت ميه سخنه وهبتدي ان انا ارفعه كده على النار على طول. زي ما اتفقنا في اول الفيديو، مش لازم نعمل الوصفه ديت في رمضان، بنعملها بصوا في اي يوم في السنه. الفول معانا على طول. نزلت بيه معلقتين كده من الزيت من فوق الوش، برضو بيحافظ على لونه، ومش بيسود خالص نهائي، يعني مش هتشوفوا في الاخر شكل الفول عامله ازاي. تمام. الفيديو صوره وصوت كده بالظبط كده، مش شايله منه حاجه خالص. اول ما يغلي معانا على النار هبتدي ان انا اوطي خالص نهائي، مش حابه تحطيه وعندك السخان الكهرباء، ارفعي على السخان على طول. ما عندكيش وعندك على عين البوتاجاز، ابتدي نوطي النار خالص نهائي، ولمده ساعتين هيستوي معاكي. مهم جدا خلال الساعتين ما اشيلش الغطا كل شويه واقلب، ساعتين بالظبط، وبعد كده ابتدي ان انا اقلب عشان خاطر الفول لما تسودش معانا. طبعا نسيت اصور معاكم ان انا حطيت له سنه من اللون الاحمر. تمام. بتجيبي لون احمر وبتبتدي ان انتي تحطي كده نقطتين صغيرين عشان يديكي بس اللون الحلو دوت. تمام. بس كده الفول بعد ساعتين هو دوت لونه،
وما اسودش خالص نهائي، والصوره قدامكم بالظبط كده، مش شايله اي حاجه ولا حاطه فلتر ولا حاطه اي حاجه خالص. بعد ساعتين كل حاجه استوت معانا، الفول استوى والجزر استوى والطماطم وكله كله كله استوى. مجرد ما هتهرسي الحاجات دي كلها ما هتبان خالص نهائي وانت بتاكلي. بصوا الفوله مستويه ازاي، في منتهى الجمال. انزلي بسرعه لو لسه وصلتش معايا لغايه كده، انزلي بسرعه حطي اللايك بتاعنا الجميل بتاعك من ايدك، واشتراك كمان عشان تشترك ان شاء الله في عيلتنا وتكبري العيله بتاعتنا ان شاء الله. شكل الفول بعد ما استوى وبعد كمان ما برد شويه بقى وهدى شويه، بصوا بقى اللون بتاعه باين ازاي. مجرد ما بتهرسي بالشوكه بصوا القشره بتاعتنا، اهم حاجه كمان القشره مستويه. يعني ممكن تكون الفوله من جوه مستويه بس القشره مش مستويه، لا الاتنين مستويين. كل حاجه اختلطت مع بعض، مش باينه، جزر مع طماطم مع كله مش باين خالص نهائي. حطينا زيتنا بقى ودلعنا طبقنا بشويه الملح وشويه كمون، الفول يعني كمون وشويه كزبره كده حلوين. شكل وطعم ولون حلو جدا جدا جدا، نص ليمونه كده حلوه كده. وطبعا الفول ليه كذا نوع للاكل، تقدري تعملي باي طعم يعجبك، بالطحينه بالطماطم، بصوا باي حاجه تعجبك. اكتبوا في التعليقات لو وصفتي عجبتكم، اكتبوا لي في التعليقات، في اي كومنت كده في الفيديو اكتبوا لي على طول. انا بحب تعليقاتكم وبحب اتفرج على تعليقاتكم. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتظروا اللي جاي باذن الله، وانزلوا بسرعه حطوا اللايك، ومع السلامه.